عدل، لا انت احسن حلاق بالعالم. حبيبي صح هذا الورث مال ابويا، بس ما اقدر وعي طالع لي جالين صاروا منافسين هوايه وكثره الحلاقين بالمنطقه. اخويا ما يحتاج تعزل المحل مالتك، انت روح البيت اول شيء. بالنسبه لمحلك باوع راح اخليه يشتغل، بس جيب لي ورقه وقلم. تمام؟ يلا روح جيب لي اياهم بسرعه. اخويا هاي ورقه وقلم بس تتحمل مسؤوليه. باوع اذا خسرت انا ادفع ايجار بمكانك. تمام؟ بس اهم شيء تطبقها خطوه بخطوه. تمام. هاي الشغله ما حد مفكر بيها وما حد مسويها، المفروض تحفظها. احمد الرسام شنو هذا سحر؟ هذا سحر التسويق باوع. هاي الخطوه اولا لازم تعرفوا انه ما حد مسويها. هاي الشغله انه مجانا راح انت تحلق للناس اللي بالمنطقه ابد ما جايين يمك. شلون؟ من يجيك زبون راح تنطيه ورقه يكتب اسم صديقه او اخوه اللي ما جايك ولا مره وما مجربك. وصلت الفكره. اي لما يجيك هذا الشخص راح تحلقه مره واحده راح ينعجب بحلاقتك اللي جبته، راح تنطيه اسم انه يكتب اسم الشخص اللي مثلا يعرفه بالمنطقه اخوه او جيرانه، هم راح يجيبه وهم راح يجيبه مجانا. فاي شخص يجيك لاول مره هو اول مره مجانا. متفقين؟ تمام متفقين. هنا راح تغطي كل المنطقه بخلال تقريبا شهر او شهرين، بس يعتمد انه انت لازم حلاق مضبوط. ثاني ما زينكم هايك مش اكتب اسم جيرانك وانت اكتب اسم اخوك وحلاقتهم راح تصير مجانا. بصراحه هاي الفكره مالتك كلش ذكيه، وشكو واحد بالمنطقه ما محلق يمك راح يجي يحلق يمك. عاشت ايدك على هاي الفكره. لا صحيح، وتستاهل مليون لايك ومليون مشاركه. يا بعض بالكم مالتي هاي فكره احمد الرسام.